إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. هذه هي الحلقة 30 وهي ختام هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الختام هو مسك ختام الحلقات. وهي هذه الحلقة سنخصصها بإذن الله تبارك وتعالى عن غاية عظيمة جدا، يمكن أن نعتبرها غاية الغايات ومنتهى الإرادات والمطالب، وكل ما نسعى إليه طوال هذه المسيرة الطويلة هي أن نصل إلى هذه الغاية التي نحن بصددها اليوم. فما عبدنا الله سبحانه وتعالى ولا استسلمنا له ولا حاولنا أن نعمل منطق التعبد لله والتدبر والتفكر والشكر والرشد وكل القضايا التي تحدثنا عنها إلا لغاية عظيمة، وهي غاية الرحمة. هذه الغاية لو قيل ما هي أعظم ما نسعى إليه وهي منتهى الغايات، هو أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي مسك هذا البرنامج ومنتهى هذا البرنامج، غاية الرحمة. هي غاية الرحمة ونيل الرضوان والفوز والفلاح في الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة، كل هذه تنحصر معنا في هذه الغاية. يعني حقيقة هي جملة من الغايات، وتدخل كذلك مع القسم الذي يعني ستكون عبارة عن مكافأة من الله لنا. يعني كل ما قمنا به من الغايات السابقة كان فيه جهد من عندنا حتى نستطيع أن نصل إلى هذه الغاية. وهذا طبعا موضوع غاية الرحمة ربما غفل عنها كثير من الناس، أو تصوروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدنا الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تصور البعض بأن في ذلك تناقض مع قول الله تبارك وتعالى، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة قال: بما كنتم تعملون. يعني الله عز وجل يذكر لنا بأن والله الجنة دخلتموها بما كنتم تعملون، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن تدخلوها بالعمل. فهنا طبعا بعض الناس تصور التعارض فألقى الحديث، يقول: والله هذا الحديث يتعارض مع القرآن. لا يتعارض مع القرآن. غاية ما في الأمر أنك بعملك لن تكون مكافئا لثمن جنة الله سبحانه وتعالى، لن تستطيع ولا ليوم واحد. يعني اشتغلت 80 سنة لا يمكن أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي تراها أنك مستحق بهذا العمل جنة الله، لا. لكن ما الذي يحصل هو أنك من خلال العمل ومن خلال الغايات السابقة التي ذكرناها، الأعمال تهيئنا لرحمة الله، ورحمة الله تهيئنا لدخول الجنة. وهنا يزال التعارض، وبالتالي الأعمال هي التي فعلا كانت سببا لأن ننال رضوان الله ولأن ننال رحمة الله، وبالتالي نفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة هي أننا الأعمال هيئتنا لإيه؟ هيئتنا لرحمة الله. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول عن بعض الأنبياء والرسل، يقول: وأدخلناه، هنا يتكلم عن لوط عليه السلام، يقول: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ويقول عن إسماعيل وإدريس وذي الكفل، يقول: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فهنا نلاحظ من خلال الصلاح بالأعمال، الأعمال التي هيأتنا أن نكون صالحين من عبادة وذكر وتفكر وتدبر، الغايات التي تكلمنا عنها، هذه كل أعمال أوصلت العبد لأن يكون صالحا. صار صالحا أدخله الله في رحمته، فإذا دخل في رحمة الله فله الفوز وله الفلاح وله النجاة وله رضوان الله سبحانه وتعالى. تظهر الرحمة عموما في جملة من الآيات كغاية، تظهر أن الله سبحانه وتعالى يريد من الرحمة، أو أن كل الأعمال هذه التي نعملها المراد منها غاية الرحمة، نجدها في جملة من الآيات. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
فربط طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله غايتها الرحمة. ربط كذلك إنزال الكتاب العزيز بالرحمة، قال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن الكتاب وإنزاله مربوط بإيه؟ بأن نتقي الله سبحانه وتعالى وننال رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في استماعنا للقرآن يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الغاية إيه؟ لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، يقول لعلكم ترحمون. ويقول الله سبحانه وتعالى قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وجعل الاستغفار غايته الرحمة. وجعل التقوى كذلك غايتها الرحمة في قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لعلي كنت أتكلم في كل الحلقات بأن الغايات تترابط وتتشابك، فهنالك غايات دنيا وهنالك غايات وسطى وهنالك غايات عليا. فكنا نتكلم عن غاية التعبد هي وسيلة لغاية التقوى، وغاية التقوى هي أيضا غاية وسطى ولكنها وسيلة لغاية أعلى وهي غاية الشكر. وغاية الشكر وغاية التقوى وغاية التعبد وكل الغايات نلاحظ أنها الهدف الأساسي لها هو غاية الرحمة، هو أن نكون مرحومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذه الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل رضوانه، وأن يجعلنا من أهل الفوز في هذا الشهر المبارك وفي سائر أيامنا. إذن الرحمة هي منتهى الغايات. إذن رحمة الله والنيل بالفوز، يعني أنا كان يمكن حقيقة لولا ضيق البرنامج كان هنالك عدة غايات أريد أن أدمجها. عندنا غاية الفلاح، عندنا غاية الرضوان، عندنا غاية الرحمة، غاية الفوز. هذه كلها غايات يمكن كان أن نفرد لها، ولكن كلها نجعلها تحت هذه الغاية العظيمة وهي غاية رحمة الله سبحانه وتعالى. فما هو مفهوم الرحمة؟ مفهوم الرحمة اصطلاح لغة واصطلاحا يدور موضوع الرحمة حول الشفقة والتلطف والعطف والحنان والمودة، يعني تدور حول هذه المفاهيم. يعني في اللغة والاصطلاح تكاد تكون المسألة واحدة. نأتي إلى موضوع الرحمة في القرآن الكريم. موضوع الرحمة في كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة وردت هذه المفردة 339 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الرحمن الرحيم الرحمة يعني وردت على كل بشكل يعني مختلف 339 مرة، ولكنها في كل السياقات التي وردت فيها فإن مفهوم الرحمة في كتاب الله سبحانه وتعالى له دلالات معينة، له دلالات معينة. فمثلا مفهوم الرحمة يطلق على الإسلام والإيمان، فالله سبحانه وتعالى يسمي الإيمان والإسلام يسميه رحمة. يقول الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته، وهنا مفسرة بأنه دين الإسلام. الرحمة هنا هو دين الإسلام. وآتاني رحمة من عنده. وكذلك الرحمة تطلق في القرآن الكريم على جنة الله سبحانه، على جنة الله سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في جنته. ويطلق كذلك مفهوم الرحمة على الغيث والمطر، والله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح التي تأتي قبل نزول الغيث، فرحمته هنا مقصود منها المطر. ويطلق أيضا في القرآن الكريم الرحمة ويراد منها النبوة، كما قال الله سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي مفاتيح النبوة. ويطلق كذلك مفهوم الرحمة ويراد به القرآن الكريم، كما في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويطلق كذلك مفهوم الرحمة في القرآن الكريم على الرزق، والله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي الرزق. هنا خزائن الرحمة هي رزق الله سبحانه وتعالى. كذلك تطلق الرحمة ويراد بها النصر والفتح. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي أراد بكم نصر.
وكذلك تطلق الرحمة ويراد بها العافية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، أي العافية. أيضا تطلق الرحمة ويراد بها المودة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، جعلنا فيها مودة. عاشرا وأخيرا يطلق الرحمة ويراد بها التوفيق والعصمة، كما في قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، وهنا قيل بأن المراد منها الرحمة. هنا نلاحظ بأن الرحمة مفهوم شامل في القرآن الكريم، يشتمل على الإيمان، على الإسلام، على القرآن، على النبوة، على العافية، على التوفيق والعصمة، على النصر والتمكين والفتح. كل ذلك يطلق عليه بالنسبة للقرآن الكريم يطلق عليه الرحمة. وبالتالي نلاحظ أن الرحمة هي أعظم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني صفة الرحمة أعظم صفة، لا نكاد نجد في صفات الله سبحانه وتعالى أوسع من هذه الصفة. فصفة يعني كثير من الصفات تنطبق على البعض دون البعض، إلا هذه الصفة، صفة الرحمة هي أوسع الصفات لله تبارك وتعالى، وبالتالي ارتبطت بأعظم المخلوقات. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لما كانت الرحمة أوسع صفة لله تبارك وتعالى ارتبطت بأوسع مخلوق ما خلق الله تبارك وتعالى، وهو العرش. ونحن نعلم عظمة العرش كما جاء في الكثير من الأحاديث، فإن السماوات والأرض وما فيهن بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاة. فإذا هذه السعة العظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، بينما عذابه سبحانه لا يشمل كل الناس، بينما رحمته وسعت كل الخلائق. لا يكاد مخلوق من مخلوقات الله في الكون لم يحظى بشيء من رحمة الله على مستوى الخلق، أقل شيء على مستوى الخلق. ولذلك الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. ونلاحظ هذه المظاهر، يعني نلاحظ هذه الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى وسعتها تتجلى في خلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون الفسيح، وما فيه من ضبط، وما فيه من قوانين، وما فيه من دقة، وما فيه من حماية، وما فيه من حراسة، وما فيه من متابعة، لا تأخذه سنة ولا نوم. واحتياج هذا الكون كما احتاج هذا الكون للإعداد الخلق والإعداد، فإنه محتاج إلى الإمداد لاستمراره. كل ذلك يتجلى فيه رحمة الله. وفي الخلاصة نستطيع أن نقول بأن الكون كله ما هو إلا مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أثر من آثار هذه الرحمة الواسعة. وتتجلى كذلك رحمة الله في إرسال الرسل وإنزال الكتب وقبول التوبة والغفران لمن أراد الله تبارك. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا والعود أحمد، ونحن نواصل بإذن الله تبارك وتعالى عن غاية الرحمة، هذه الغاية العظيمة التي تجعل حقيقة من عرفها على حقيقتها، فإنه يكون قد عرف أعظم صفة لله تبارك وتعالى، حتى يكاد الإنسان وهو يتعمق في آثار رحمة الله وفي هذه الرحمة العظيمة أحيانا يكاد يقع في التفريط، فيعني يتصور بأنه والله خلاص ولا يحتاج إلى شيء سوى رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن كذلك، ولكن نحن علينا أن نتوسط الأمر ما بين الإفراط والتفريط. فذكرنا بأن آثار رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه، وآثاره في أمره ونهيه، إرسال الرسل، إنزال الكتب. تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى في التوبة والغفران على عباده العصاة. تتجلى رحمة الله على حفظ عباده المؤمنين. تتجلى رحمة الله في نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. تتجلى رحمة الله في إعانة الله لعباده من شياطين الإنس والجن. كل هذه من الأشياء اللي حقيقة تتجلى فيها رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
هنا طبعا سبحان الله لما تنظر إلى أن الله لما يقول نبي عبادي أني أنا، فصفة الرحمة صفة ذاتية، بينما سبحان الله صفة أن الله يعذب عباده ليست، إنما هي صفة محدودة بإطار معين ومجموعة معينة وزمان معين، وليست كما هي حالة الرحمة التي هي تشمل كل الناس. وهذا الفارق العظيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فنسب الرحمة إليه تبارك وتعالى، ونسب العذاب وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه رحمة، وصف الله دينه، وصف الله نفسه بالرحمن الرحيم، وأعظم صفة لله هي صفة الرحمة. وهذه حقيقة تحتاج إلى تفصيل طويل جدا صفة الرحمة وآثارها. ولكن أيضا وصف الله كتابه بأنه كتاب رحمة، وإنه لهدى ورحمة للعالمين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ووصف كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الرحمة ورسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووصف كذلك عباده المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. إذا نلاحظ بأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الصفة العظيمة أن تكون أعظم صفاته، اتصف بها هو جل جلاله، واتصف بها دينه، واتصف بها رسوله، واتصف بها المؤمنون الذين ينتسبون إليه. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى له اسمان عظيمان، اسم الله واسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. نلاحظ أن اسم الله هو اسم الألوهية من الأله، أله يأله يأله، واسم الرحمن اسم للربوبية. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قال في ختام سورة الرحمن، في ختام سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فكأنما الرحمن هي اسم الربوبية والله هي اسم الألوهية. طيب لما كان اسم الربوبية يحتمل صفة الجلال والإكرام، بمعنى فيه الإكرام، الإنعام، المودة، الرحمة، كل الصفات الجميلة، وفيه كذلك صفات الجلال والعظمة، الملك، الجبروت، العقاب، العذاب، هذه كلها موجودة في صفة الرحمن. لكن لما قرنها جل جلاله بصفة الرحيم كأنما أراد أن يقول لك نعم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أراد أن يقول لك صفة الإكرام والإنعام والرحمة أعظم من صفة الجلال. تبارك اسم ربك، لأن الرحمن يحتمل الأمرين، ولكن الترجيح هو أن الله رحيم، لأنه ممكن لشخص أن يقول والله لو قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن ووقف، فإن الرحمن تحتمل الأمرين، لكنها رجحت بالرحيم. وهذه من اللفتات المهمة جدا في كتاب الله. ومع سعة رحمة الله تبارك وتعالى نلاحظ أن الناس سبحان الله بعضهم ييأس من رحمة الله، والسبب في أن الناس ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى هو جهلهم بحقيقة صفة الرحمة عند الله سبحانه وتعالى واتساعها وعظمتها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حريص على هدايتهم، ليس حريصا على تعذيبهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ليس هنالك مصلحة ترجى من أن الله يعذب المحسنين، فالله عز وجل لا مصلحة له في تعذيب الخلق. وبالتالي من ييأس من رحمة الله إنما هو ضال أو كافر والعياذ بالله، كما جاء في قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا بعض الناس ييأس من رحمة الله لأنه تمادى في الذنوب وفي المعاصي حتى حجبته، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجبته ذنوبه ومعاصيه عن رؤية رحمة الله تبارك وتعالى. الثالث أيضا أن الإنسان الذي ييأس من رحمة الله فقد الصبر، إذا أصيب بمصيبة وفقد فيها الصبر فإن ذلك يجعله من الذين ييأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. نأتي إلى مواقف الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. الناس ليسوا سواء إذا نظرتهم لرحمة الله تبارك وتعالى، فهنالك المتفائلون وهنالك المتشائمون وهنالك الوسط الذين هم يحرصوا ألا يشطحوا نحو التفاؤل أو يشطحوا نحو التشاؤم. فالذين مثلا يئسوا من رحمة الله تبارك وتعالى هؤلاء المتشائمون، وهذا اليأس قد يكون يأس كفر وقد يكون يأس معاصي وذنوب، قد يكون الكفر بسبب ذنوبهم يئسوا من رحمة الله، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. لماذا يئسوا من رحمة الله؟ لأن هؤلاء أغلق عليهم الباب وكفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا به فأغلق عليهم
باب الرحمة، وأولئك لهم عذاب أليم. وهنالك يأس طبعا أهل المعاصي والذنوب، وهؤلاء ذكرت بأن الإنسان الذي يتمادى في الذنوب أيضا يحجب والعياذ بالله أو ييأس من رحمة الله تبارك. الصنف الثاني هم المتفائلون جدا، وهم الذين نجدهم دائما مجتمعاتنا المسلمة ما شاء الله في هذا الجانب، تجدهم يتكلمون عن عفو الله وسعة رحمته ومغفرته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن هذا التفاؤل يحملهم على التقصير، يحملهم على التقصير في الأعمال، يحمله على اقتحام المحرمات. فهو تجده تحت مظلة أن رحمة الله واسعة وأن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، تجده يقتحم المحرمات، ليس فقط تقصير في الأعمال والنوافل، لا، تجده يقتحم المحرمات. والله عز وجل في مجال المحرمات ذكر لنا بأن الله تبارك هنالك محرمات لا رحمة فيها ولا مغفرة، مثل الإشراك بالله تبارك وتعالى والكفر به والإلحاد. فهذا من لقي الله بهذا الشكل فإنه لا تناله رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن رحمة الله عز وجل أحيانا يعني تحتاج من العبد أن يكون مجتنب للكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فهذه أيضا من القضايا المهمة جدا في ما يتعلق بهذا الجانب. الصنف الثاني الذين يتكلمون عن عفو الله ورحمته، رغم أن هذا جيد ومحفز وكذا، لكن نحتاج إلى أن ننبههم فيما يتعلق بأن رحمة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى عمل، لأن الله عز وجل ذكر لنا من الذين يستحقون رحمتي وسعت كل شيء، قال فسأكتبها للذين يتقون، تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى جهد. الصنف الثالث هم الذين يعيشون في التوسط، يعيشون في التوسط وهم أهل الحق وأهل الهدى، وهم يعيشون بين الخوف والرجاء، يخافون من عذاب الله، يخافون من اقتحام المحرمات، يخافون من أن تأخذهم ذنوبهم، وفي نفس الوقت لا ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، فهم في أمل مستمر وفي رجاء مستمر، وثقتهم بالله تبارك وتعالى كبيرة، وظنهم بالله عز وجل حسن، ولكنهم يخشون مع ذلك ألا ينالون رحمة الله تبارك وتعالى. نأتي إلى موجبات رحمة الله تبارك وتعالى، يعني هذه الرحمة الواسعة التي ذكرنا بأنها من أوسع الصفات وأوسع الأبواب التي حقيقة تطرقنا إليها، هي رحمة الله تبارك وتعالى. كيف يمكن للإنسان، نحن الآن كلنا قلنا الغايات كلها تتجه إلى هذه الرحمة، طيب كيف ننال رحمة الله تبارك وتعالى؟ أهم ما ينال به الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى هو إيمانه بالله تبارك وتعالى، والعمل للإسلام والعمل لهذا الدين، فإن الله تبارك وتعالى ربط رحمته بالإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. كذلك عندنا طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينال به الإنسان رحمة الله. عندنا الصبر والاحتساب عند المصائب وبشر الصابرين، قال الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كذلك الموت في سبيل الله من أعظم ما ينال به الإنسان رحمة الله، الاعتصام بالله عز وجل، وكذلك تقوى الله عز وجل، وقراءة القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، البراءة من عبادة غير الله عز وجل. كذلك قيام الليل من أعظم ما يمكن أن يكون إن شاء الله الإنسان مرحوما به. يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن أيها الإخوة والأخوات الكرام، في ختام هذا البرنامج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نال رحمة الله، وممن دخل في عبادة الله تبارك وتعالى، وممن أدرج في الصالحين الذين ينالون هذه الصفة وهذه الغاية العظيمة رحمة الله. ومن نال رحمة الله ونال رضاه لا يسخط الله عليه بعد ذلك، وأعطاه عطاء في الدنيا والآخرة. يعطي الله تبارك وتعالى عباده الذين رحمهم في دنياهم وآخرتهم عطاء لا نفاد له. ولذلك عليك أن لا تحمل هم العطاء، ولكن أحمل هم أنك والله كيف يرضى الله عنك، فإذا رضي الله تبارك وتعالى أعطاك عطاء لا يحده حدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة وأهل الفوز وأهل الفلاح وأهل الرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.